يا شباب، أهلا بيكم في الشرح ده. لو المنهج والمصطلحات الأكاديمية لمادة تنظيم المجتمع حاسين إنها مكلكعة ومعقدة حبتين، اطمنوا تماما. الدليل ده متصمم مخصوص عشان يكون خريطة الطريق اللي هتفك ليكم شفرة المنهج كله قبل الامتحانات. الفكرة كلها إننا هناخد النظريات الناشفة دي وننزل بيها على أرض الواقع، وتحديدا في الشارع اللي كلنا بنعيش فيه. جاهزين؟ يلا بينا نبدأ على طول. عمركم سألتوا نفسكم إزاي مشكلة يومية عادية جداً زي إن بلاعة مسدودة أو زبالة متراكمة في الشارع ممكن تتحول لمنهج كامل في الخدمة الاجتماعية؟ الإجابة ببساطة إن المشكلة البسيطة دي هي التطبيق العملي المثالي لكل حرف بتدرسوه. من أول لحظة ما مشكلة الصرف دي تظهر لحد ما الجيران تتلم والمؤسسات تتدخل وبعدين نقيم اللي حصل، كل خطوة من دول حرفياً بتشرح فصل كامل في المنهج. طيب، عشان نكون مرتبين، خريطة الشرح بتاعنا هتمشي كالتالي. أولاً، هنعيش رحلة مشروع الحي. ثانياً، هنتكلم عن التدخل وبناء القدرات. ثالثاً، هنشوف أنواع المشاركة المجتمعية. رابعاً، هنميز بين المشاركة المباشرة وغير المباشرة. خامساً، هنفهم الفرق بين الفاعلية والكفاءة. وأخيراً، هنعمل ملخص ذهني سريع يلم المنهج كله. ندخل بقى على القسم الأول، رحلة مشروع الحي وإزاي الشارع بيتحول لمنهج. بصوا بقى، إيه اللي بيحرك أي مجتمع؟ المنهج بيبدأ بثلاث مصطلحات أساسية لازم نكون فاهمينهم كويس جدا: الحاجة، المشكلة، والظاهرة. تخيلوا معايا، الشارع بتاعنا محتاج نظافة أو صيانة مواسير، دي اسمها حاجة، يعني افتقار لشيء معين. طيب لو الحاجة دي ما تلبتش، هنا بتتحول لمشكلة، ماسورة تضرب وتغرق الدنيا وتعمل أزمة للسكان. طيب لو سيبنا المشكلة دي وكل واحد كبر دماغه واستنى التاني يتصرف، هتكبر وتوسع وتبقى ظاهرة تأثر على الحي كله وممكن الأحياء اللي جنبنا كمان. تسلسل منطقي جدا، صح؟ هنا بقى يجي دور العالم موراي روس ومكوناته الثلاثة لتنظيم المجتمع. لو طبقنا كلامه الأكاديمي على شارعنا، هنلاقي إن المحتوى المحدد هو المشكلة نفسها، طفح الصرف الصحي. والمحتوى العام هو محاولتنا إننا ننسق الخدمات مع بعض عشان نحلها. أما أهم حاجة بقى فهي العملية، والعملية دي هي اتحاد الجيران عشان يحددوا المشكلة وياخدوا موقف. يعني من الآخر، النظرية المكلكعة دي بتوصف شوية جيران جدعان بيتعاونوا عشان ينظفوا شارعهم. ندخل على القسم الثاني، التدخل وبناء القدرات، أو بمعنى أصح وقت التحرك لإنقاذ الموقف. في نقطة ذكية جدا هنا ودايما بنشوفها في الامتحانات: فكرة التدخل مع سكان لا يعانون من مشكلات. يعني ليه تلاقي جار ساكن في الدور الخامس وشقته ما فيهاش نقطة مياه نازل يشارك في حل مشكلة الصرف اللي في الشارع؟ الإجابة ببساطة لأنه متضرر بشكل غير مباشر. الريحة الصعبة والمنظر العام بيأثروا على الشارع كله. هو بيتدخل النهاردة عشان يمنع المشكلة إنها تكبر وتوصله في يوم من الأيام. وعشان نحل المشكلة دي من جذورها بيظهر لنا مصطلح بناء القدرات المؤسسية. التعريفات الأكاديمية هنا بتقول لنا إن الحل مش مجرد مسكن أو تصليح مؤقت، لا، ده احنا بنبني نظام وبنكسب المؤسسة أو الجمعية مهارات وبنخلق علاقات تخليهم يقدروا يديروا مواردهم صح عشان الأزمة دي ما تتكررش تاني أبدا في المستقبل. وصلنا للقسم الثالث، أنواع المشاركة المجتمعية. الناس بقى بتنزل وتشارك إزاي؟ المشاركة المجتمعية في أساسها هي عمل تطوعي نابع من إرادتك ورغبتك. بس خلوا بالكم من التكة دي: المشاركة دي بتحمل التزام أدبي. يعني إيه؟ يعني حريتك في التطوع لازم تحترم قيم وأخلاقيات المجتمع. ما ينفعش أبداً حد يقول أنا بشارك وهو بينشر حاجات تضر الشباب أو تخالف الثقافة العامة للمكان. المشاركة معناها دايماً بناء وتأثير إيجابي. طيب إيه الفرق بين المشاركة النظامية وغير النظامية؟ سهلة جدا. المشاركة النظامية يعني بتشتغل جوه سيستم رسمي، زي إنك تتطوع في جمعية خيرية معروفة أو مؤسسة حكومية عشان تحل مشكلة. لكن غير النظامية دي بقى العفوية والجدعنة البحتة. الجيران اتلموا كده من غير أي مؤسسة ولا ورق، ويجمعوا فلوس ويجيبوا سباك. دي خطوات مباشرة وسريعة من غير أي تعقيدات مؤسسية. وعندنا كمان تفرقة تانية مهمة: المشاركة التمثيلية وغير التمثيلية. التمثيلية دي كأنك بتتكلم بلسان ناس تانية، زي عمدة القرية أو رئيس اتحاد الملاك اللي بيمثل العمارة كلها. أما غير التمثيلية فدي مشاركتك بصفتك الشخصية كفرد عادي، أنت نازل بنفسك تمثل نفسك وبس. نيجي بقى للقسم الرابع واللي بيعمل لخبطة كتير: المشاركة المباشرة وغير المباشرة. تعالوا نبسطها عشان ما تنسوهاش أبداً. تخيلوا سيناريو الشارع بتاعنا، لو الجيران لموا الفلوس من بعض وراحوا ادوها في ايد السباك عشان يصلح الماسورة، دي كده مشاركة مباشرة. انتوا اللي قدمتوا الخدمة بنفسكم للي بيقدم الحل. طيب لو في حد اتطوع في جمعية أهلية كبيرة
والجمعية دي هي اللي تولت إصلاح الشوارع ودفعت للسباك. دي تبقى مشاركة غير مباشرة لأنها حصلت عن طريق وسيط. واضحة كده؟ القسم الخامس، الفاعلية والكفاءة، أو زي ما بنسميها مرحلة الحصاد وتقييم النتائج. هنا بنقف قدام النص الأكاديمي لعملية التقويم. الخطوة دي لا غنى عنها عشان نعرف إحنا نجحنا ولا لأ. الكتب بتركز على مصطلحين بيلخبطوا طلاب كتير جدا: الفاعلية والكفاءة. بس إحنا هنفك شفرة الكلام المكلكع ده ونحوله لمفهوم في منتهى البساطة. ركزوا معايا في الخلاصة دي. الفعالية دايماً بتبص على الخدمة نفسها. هل الشارع نظف؟ هل المشكلة اتحلت؟ لو الإجابة أيوة، يبقى إحنا كنا فعالين وحققنا الهدف. لكن الكفاءة بتبص على المؤسسة والطريقة اللي اشتغلنا بيها. هل إحنا نظفنا الشارع بأفضل طريقة وبأقل تكلفة ومن غير ما نهدر وقت أو فلوس؟ الكفاءة ببساطة هي مقياس لمستوى أدائك. وهنا نوصل للجملة اللي دايماً بتيجي كسؤال خادع في الامتحانات: الكفاءة درجة عالية من الفعالية. ومش العكس يا شباب. يعني إيه؟ يعني لو حلينا المشكلة ده عمل فعال، بس لو حليناها بشكل مثالي وبأعلى المعايير ومن غير أي هدر، إحنا كده ارتقينا للمستوى الأعلى اللي هو الكفاءة. أخيراً القسم السادس، الملخص الذهني للمنهج. يلا نجمع كل قطع البازل دي مع بعض. عشان المنهج ده يثبت في دماغكم، افتكروا دايماً إنه قصة متصلة مبنية على 4 عواميد أساسية. أولاً التنظيم، إننا ندرس الشارع ونحدد الحاجة والمشكلة. ثانياً القدرات، يعني نبني مؤسسة قوية تقدر تحل الأزمة. ثالثاً المشاركة، الجيران يتكاتفوا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال جمعية. وأخيراً التقييم، نسأل نفسنا هل كنا فعالين وحققنا الهدف، وهل اشتغلنا بكفاءة؟ هي دي الحكاية كلها. المنهج ده مش مجرد نظريات أكاديمية مكتوبة على ورق عشان نحفظها للامتحان. ده إطار عمل حقيقي للتنمية نقدر نطبقه في حياتنا. تخيلوا لو أخدنا نفس الخطوات دي وطبقناها على مشكلة تانية خالص في مجتمعنا، زي زحمة المرور أو التسرب من التعليم أو البطالة. سؤالنا ليكم بقى في النهاية: إزاي هتقدروا تاخدوا الإطار الأكاديمي ده وتنزلوه من على الورق عشان تحلوا أزمة حقيقية بتشوفوها كل يوم في منطقتكم؟ فكروا فيها.